صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه النهاردة؟ فيديو النهاردة زي ما انتم شايفين في العنوان هيكون تخطيط شهر 4 في البولت جورنال. انا بفضل مستنية الفيديو ده طول الشهر، من الشهر كده عشان اعمله، وما عرفتش اعمله الشهر اللي فات عشان الامتحانات، فاخيرا جه شهر 4 وهنخطط التخطيط بتاعه. كنت محتارة جدا في الثيم اللي انا هعملها للشهر ده، بس انا كنت عارفة ان انا عايزة حاجة شكلها كيوت وفي نفس الوقت لونها منور وكده. فقعدت اقلب في البورد بتاعتي على بنترست اللي انا بجمع فيها يعني كل الاشكال اللي بتعدي عليا وبيعجبني شكلها وبحس انها عجباني، وكنت قلت لكم عليها قبل كده بس هسيبها لكم في الديسكربشن بوكس تاني عادي يعني. المهم قعدت الف فيها شويه ولقيت هذه الصوره وقررت ان انا هعمل زيها، بس لا مش هعملها باللون الاصفر. وليه مش هعملها باللون الاصفر مع اني بحب اللون الاصفر جدا؟ عشان انا شايله اللون الاصفر للشهر بتاع عيد ميلادي، فاحنا مش هنشوف اي ثيم لونها اصفر غير لما نوصل لشهر 7، عشان شهر عيد ميلادي يستاهل يكون باللون الاصفر، فمش هنعمل اي شهر بالاصفر قبله. بس كده. طبعا بما ان رمضان هيكون خلال شهر 4 السنه دي، فكان المفروض ان انا هعمل حاجه مميزه لرمضان او صفحه مميزه ليه في البولت جورنال، وقررت ان انا لا نسيبها فيديو تاني وما عملتهاش النهارده. ومش عشان انا نسيت مثلا وبعد ما خلصت تصوير افتكرت، بس بجد ما كانش عندي فكره اصلا ليها، فلسه هفكر فيها. وغالبا اصلا الفيديو الجاي غالبا مش اكيد بس غالبا هيكون الفيديو الجاي عن تخطيط شهر رمضان والمذاكره وكل الحاجات دي، فانا لسه مش متاكده. بس يعني هنسيب تخطيط شهر رمضان لفيديو لوحده، ولو لسه ما خططتوش لشهر 4 او اي حاجه انتوا عايزين تخططوا لها، تعالوا خططوا لها معايا وانتوا بتتفرجوا، علشان عنوان الفيديو اصلا plan with me او خططوا معايا، تعالوا خططوا معايا يا جماعه. ويلا نروح للتخطيط. طبعا بدأنا أول مشهد بشهر 3 اللي أنا معرفتش أعمل له فيديو للأسف عشان الامتحانات، بس ده أهو شكله لو حد ما كانش شافه على انستجرام. بعد كده أنا كنت راسمة الشكل اللي أنا عايزة أعمله، كنت رسمته الأول في ورقة بره كنوع من أنواع إن أنا بجرب أشوف هتظبط إزاي ولا شكلها هيعجبني أصلا ولا لأ بعد ما أنا أعملها. فرسمتها بره وكده، وبدأت هنا أعملها بالرصاص الأول طبعا علشان يعني ما عكش انا بالقلم الاسود على طول. شهر 4 اساسا يعني السنه دي هيكون مليء 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 بالاحداث، فانا فعلا كنت عايزاه يبقى حاجه ملونه، حاجه فيها الوان كده تفرح. كنت عايزه الكود بيج بتاعته اللي هتبقى جنب دي تبقى حاجه برضو لطيفه ومشجعه، علشان هيكون مليان بالحاجات، سواء الحاجات المشهوره او الحاجات اللي مش مشهوره او حاجات شخصيه او حاجات مش شخصيه. فعشان كده كان مهم قوي بالنسبه لي ان الشهر ده يكون حاجه شكلها لطيف ولونها حلو، عشان يعني انا قلت الجمله دي كتير بس فعلا دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي للشهر ده. شلت لكم بقى بقيه الجزء بتاع ان انا بعمل بالرصاص علشان ما حدش يزهق، يعني مش هتشوفوا مره وانا بعمل بالرصاص ومره وانا بعمل بالاسود وكده. بس هنا بدات احدد بقى الحاجات اللي انا رسمتها وكده، اول ما تحديد بالاسود قبل ما ابدا تلوين. والحمد لله النهارده كانت من الايام اللي ما فيهاش غلطات كتير، وده كان شيء عظيم، فالحمد لله. كان في حد سألني من فترة كده العملية بتاعت ان انا اعمل الثيم واقعد ارسم والون وكل الحاجات دي بتاخد وقت قد ايه؟ لو وانا بعمل بالرصاص الاول وبعدين وانا بحدد وبعدين وانا بلون، ودي اخدت تلوين كتير، اخدت مني حوالي 33 او 35 دقيقة مثلا، بس ده الصفحتين دول بس يعني. بقيت التخطيط كله على بعضه، يعني انا التصوير بتاعي اللي هو من اول ما بدأت خالص لحد ما خلصت تخطيط الشهر كله من غير الاسابيع كان حوالي ساعة بالظبط او ساعة و5. فهل هي بتاخد وقت؟ بتاخد وقت جدا، بس انا بالنسبه لي الوقت اللي بعمل فيه البولت جورنال فعلا بيبقى وقت لطيف ومريح وببقى مبسوطه، فعشان كده ما بحسش بمشاكل، بالعكس بيبقى بالنسبه لي دي من اكبر الميزات بتاعه البولت جورنال اساسا. فطبعا فتره الامتحانات والحاجات دي ما بعرفش اعملها مره واحده او ساعات، يعني انا ثيم الشهر اللي فات لو جمعناه على بعض اخد مني وقت اكتر شويتين 3 ساعتين مثلا. بتاخد وقت وكل حاجه، بس بصراحه لو انتوا عايزين تجربوا الموضوع لا يستاهل جدا يعني.
بكده اكون خلصت تقريبا ثيم الشهر كله، صفحه الكفر بيج بتاعته كلها، وعلى فكره عجباني جدا الحمد لله. اتمنى تكون عجبتكم، قولوا لي رايكم انتوا كمان في الكومنتس. دلوقتي بقى نبدا ندخل في الصفحات اللي انا بحب احطها في الشهر، او ساعات بحس انها اساسيه جدا. اول صفحه بالنسبه لي هي صفحه البرين دم، اللي كل مره بعمل الفيديو ده بتكلم عنها شويه، بس انا فعلا بحب الصفحه دي. الصفحه دي اللي هي بسيب صفحه كامله فاضيه في الشهر لاي افكار ممكن تخطر على بالي لاي حاجه في الدنيا خلال الشهر ده، بجمعها. غالبا ببقى عامله كولر كودنج للافكار دي، يعني مثلا لو افكار ليوتيوب فيديوز ببقى عامله لها جنبها كده علامات بالاحمر علشان اوضح لنفسي ان دي بتاعت يوتيوب. افكار طب لانستجرام مثلا هحط جنبها خط فوشيا وخط موف كده، يبقى توضيح ان ده ايه، ده بتاع انستجرام. فانا بعمل كولر كودنج للافكار دي علشان تبقى واضحه اكتر، او لو افكار لحاجه تانية بيبقى ليه حاجات تانية. بس حقيقي يا جماعه الصفحه دي بالنسبه لي مهمه جدا جدا، بتشجعني ان انا احول الافكار اللي في مخي بس لحاجه ينفع تتكتب او حاجه ممكن تبدا تتظبط. اما باجي احتار في افكار لحاجه بروح ابص فيها، بتخليني متشجعه اكتر ان انا اكتب. لما بقعد اكتب فكره غير انها في دماغي، لما بكتب فكره بجد بيجيلي افكار تانية غيرها، فالموضوع عظيم جدا. انا فعلا بحب الصفحه دي وبالنسبه لي مهمه جدا. بعد كده الصفحه اللي بعدها هي صفحه الجولز دريمز اند تو دو. الصفحه دي ايه الفرق؟ هي اولا الجولز هي الاهداف اللي انا شغاله عليها ومنطقيه، اللي هو ده ينفع يتقال عليه هدف، حاجه ممكن تحصل فعلا. مثلا سي ان انا عايزه اجيب حاجه معينه وبحوش لها، فانا فعليا مش ناقص لي غير حاجه بسيطه، فالهدف بتاعي ان انا اكمل اخر حبه دول وخلاص، ده كده هدف وسهل يتحقق. فهو achievable، فينفع يتقال عليه هدف. دي اهداف الشهر. في الجزء التاني بتاع احلام الشهر، هي الحاجات اللي انا نفسي فيها شغاله عليها بس هي حاجه بعيده شويه، فاللي هو لو حصلت يبقى تمام جدا. او الاهداف اللي انا شايفه انها كبيره قوي قوي على انها تتقال عليها هدف، اللي هو انت حلم بكل معنى الكلمه، وفي الحاله دي بيتكتب في الحلم والهدف على فكره. واخيرا التودو ليست بتاعت الشهر، هي الحاجات اللي انا عايزه اعملها خلال الشهر، الحاجات العامه جدا جدا جدا، الحاجه اللي بتتكتب في تودو ليست الشهر بيبص عليها قبل اول اسبوع، فبالتالي اكتب تودو ليست الاسبوع على اساس اهداف الشهر دي. تودو ليست الاسبوع بتكون مفصله اكتر طبعا من الشهر، وتودو ليست اليوم بتكون مفصله اكتر من تودو ليست الاسبوع. بس تودو ليست الشهر بيبقى فيها المهام الاساسيه قوي اللي انا ما ينفعش انساها، واللي مش لازم تكون مرتبطه باهداف الشهر على فكره. في حاجات بتبقى مش كبيره، مش هدف، بس هي حاجه لازم تتعمل. ندخل بقى في صفحة الهابت تراكرز. الصفحة دي انا مش هنسى ابدا، وانا عمالة اقول قبل ما ابدأ البوليت جورنال قد ايه انها مش هتفرق معايا يا جماعة، وانا عارفة نفسي يا جماعة مش هتنفع، وهفضل اتريق على نفسي كل فيديو بوليت جورنال حتى الى ما لا نهايه. المهم يعني طبعا انا بحب الصفحه دي جدا 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 حاليا، وبجد بجد بحب املى فيها، ومن اكتر الصفحات اللي بستخدمها اساسا. ففكره الهابت تراكرز لو انت اول مره تشوفوا فيديو، هو ان انا بحط قدامي ايام الشهر كلها، كل صوره من دول هتكون يعني عاده معينه، مثلا واحده فيهم القراءه، واحده فيهم الرياضه، وبيبقى قدامي ايام الشهر، وكل يوم بعمل فيه الحاجه دي، بقوم ملونه الدايره بتاعتها، ليها ديزاينز مختلفه الهابت تراكرز طبعا، بس انا اكتر شكل بفضله هو انا قدامي ايام الشهر وانا بلون اليوم بتاعها. بس بفكر اجرب اللي هي على خط او اللي هي الجراف، بيبقوا حلوين برضو، بس مش عارفه يعني لسه دلوقتي. المهم قررت هعملها بالشكل اللطيف ده، وهي اخدت يعني صفحه الهابت تراكر بتاخد وقت ان انا اقعد اكتب الكالندر يعني 6 مرات كتبت كالندر الشهر ده، غير ان انا كاتباها اصلا في اول الشهر يعني. بس ايه، عادي عادي جدا. Don't be so mad. 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 Don't be so
الصفحه اللي من ساعه شهر 1 لما ما لقيتش مكان اكتب فيه اللي حصل في الاحداث الكتير بقيت بعملها، هي صفحه ايه اللي حصل الشهر ده، اهم الاحداث اللي حصلت، الحاجات اللي انا مش عايزه انساها، اللي في اخر السنه اما اجي كده ابص على شهر اشوف ايه اللي حصل فيه، افتكر الحاجات اللي ما فيهاش تفاصيل قوي، بس في نفس الوقت الاحداث الاساسيه جدا جدا اللي حصلت في الشهر، او الحاجات اللي كانت مؤثره عليا جامد الشهر ده. طب لما اشوفها بقى في اخر السنه ايه هيبقى ايه الموقف يعني. ودي كانت اخر صفحه عملتها معاكم النهارده. انا مش بعمل ثيم الاسبوع غير قبله بيومين 3 علشان ابقى متشجعه له بصراحه، فما عملتش في الفيديو ده. انا كده خلصت، اتمنى يكون عجبكم وفاتكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير لاصحابكم عشان نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. سبسكرايب او اشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوز الجايه. فولو على فيسبوك وانستجرام، هسيب لكم لينكس في الديسكربشن بوكس، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.